معنا مباشرة السيد نبيل القروي مدير قناة نسمة. سي نبيل مرحبا. سي نبيل كما كنت تسمع مباشرة هذه مسيرة من مدينة المنسير، خذينا زوز آراء نتاع زوز متظاهرين وممكن من بعد تالي باش ناخذ آراء أخرى، لكن في البداية لو كان تحدثنا على هذا الفيلم الكرتوني اللي تفرجت فيه شخصيا في أكثر من مناسبة، يتحدث عن حقبة معينة للجمهورية الإسلامية الإيرانية قبل وبعد ثورة 79. الفيلم هذا فيه في بعض اللقطات التي لا تتعدى 3 تقريبا لقطات فيها تجسيد للذات الإلهية من قبل فتاة تتحدث عن بعض الوقائع المعينة. كيفاش تفسروا سي نبيل في البداية بث هذا الفيلم؟ أنا باش نرجع لك وسامحني سي نبيل، نحب نذكر بحاجة أنه لما حكيت معك قبل لونتين كنت حدثني أنه ثم مجموعة من السيارات الرابضة أمام منزلك تم حرقها هكا. اكزاكتومون. اليوم البارح في الليل حرقوا السيارات في منزلي. أنا حبيت نقول حاجة، ما نحبش ندخل. احنا لا عملنا الفيلم، صنعناه، لنا المخرجين نتاعو لا شيء. احنا بسنا فيلم. الفيلم هذا تعدى في القاعات السينمائية وتعدى في كرتاج عدة مرات في تونس بالصيغة هذيك. معناتها احنا عمرنا ما كنا نتصوروا يكون ثم مشهد كيما هكا في الفيلم هذاك، كنا متنين اللي هو لكن سامحني سي نبيل، نحب نقول لك المشهد هذاك انا كنبيل القروي انا معناتها عمري ما كنت نبثه. اذا هو بث سي نبيل يعني تو موقف. نعم باش نقول لك حاجه، خاطر فما ديزانتربريتاسيون، فما هي تحلم وطفله صغيره ما نحبش ندخل انا في الفيلم. انا نعتبرها كغلطه، خاطر غلطه احنا عمرنا ما نحبوا نمسوا من المقدسات الاسلاميه. من المقدسات احنا مسلمين، احنا عرب ومسلمين، شنو الكلام هذا؟ احنا كيف عباد تحب تكفرنا تو، احنا يذول عباد خذت الفرصه هذه. عندي كنت نسمع قبيله في السيد اللي يتكلم ما راش الفيلم هو 100%، فهمت؟ ولكن انا اليوم نعتذر، وخاطر كي نرى المشهد هذاك، انا المشهد هذاك يقلقني ويقلق عائلتي، وانا فاهم اللي قاعد يصير اليوم. واحنا كقناه نسمه، انا نتكلم باسم عائلتي الصغيره وعائلتي الكبيره اللي هي قناه نسمه. انا متاسف اللي فما عباد تقلقت هكا، وخاطر هو المشهد هذاك قلقني انا بيك. يعني نفهم من حديثك سي نبيل انه اعتذار موجه للشعب التونسي بعد بثكم لهذا الفيلم اللي كما حدثت. مش بس الفيلم، بس اللقطات كان من المفروض انها تتقصر ربما. وليت الكل وليت في شكاره واحده خويا. حرقان المحل نتاعي، حرقان داري، عباد تحب تحرق داري، عباد تحب تقتلني، عباد تحب تقتل ولادي. مش معقول راهو هذا. سي نبيل حدثني انه غلطه، الغلطه ربما يعني باش نبداو واضحين، وسيادتك كنت اعتذرت يعني الان مباشره للشعب التونسي عن هذا الخطا، وقلت انها غلطه. اكيد انه الغلطه هذه بطبيعه الناس اللي تبرمج في قناه اسمها كان من المفروض، لانه باش نبداو واضحين سي نبيل برشا عباد تقول، ونقول لك في اراء الناس انه راهو مش كيما فيلم يتعدى في السينما كيما يتعدى في التلفزه. كي يتعدى في السينما مثلا باش يشوفوه 1000، لكن كي يتعدى في التلفزه باش يشوفوه ملايين. فمن الضروري انه رقابك يعني ما نحبوش رقابه، لكن المفروض ثم اشياء. مش نقول لك وين الرقابه على مستوى المقدسات، لانه باش نقول لك انا راني مانيش مسؤول بالرقابه في نسمه، ما نتفرجش في الافلام الكل. يرحم والديك باش تفهم حاجه. عندنا عندنا سيلول تاع رقابه خلينا عليهم هذه. وفيها عباد اللي عمرهم 70 سنه ومستانسين، وعندنا نسمع حتى لتوا عمرها ما صارت حتى مشكله في نسمع. عمرنا ما حطينا حاجه تنجم تمس من احساس الناس باش نوصلوا للدين وربي. عمرنا نصوروه في مخاخنا. يعني نحكي لك انا ديجا اخلاقيا احنا رادين بالنا، مش فاهمين مجتمعنا، مش فاهمين بلادنا. يعني باش نوضحوا مثلا سوء نيه، حسن نيه هو ربما في فما سوء نيه. فما واحد منا عندي رانا مسلمين يرحم والديك، رانا متربيين كنا كيف عباد تحب تكفرنا. ما فما حتى سوء نيه. كيفاش فما قناه
في بلاد عربيه اسلاميه ومليئه مسلمين يحبوا يعملوا حاجه سؤنيه، يعملوا حاجه هكا للبلاد، مش معقول. اذا موقفك سي نبيل واضح جدا. تبقى معنا سي نبيل باش على الاقل باش مع بعضنا نحكي في الموضوع وناخذ من بعض جوانبه. تبقى معايا نسمعك سي نبيل بعد الدقيقه. انا توا طلبت مني باش نداخل توا ما نجمش خاطر عندي اجتماع، عندي مشاكل اخرى. بارك الله فيكم اللي حليتوا لي لونتين، وكان حاجتكم بيا عاودوا. باهي بعد ربما نعيد الاتصال بك باعتبار مشاغل. وعلى كل كما كنا نسمع الناس الكل، السيد نبيل القروي مدير قناة نسمة اعتذر على موجات إذاعة المنستير رسميا للشعب التونسي عن هذا الخطأ، أو يقول لفظا غلطة واللي ما فيهاش سوء نية عن الناس اللي لاهية بالخلية متاع المراقبة متاع الأفلام. كان قال أنه الفيلم تعدى في السينما، نذكر نقول أنه في السينما يتفرجوا عليه 1000 لكن في التلفزة يتفرجوا عليه ملايين.